لو النبي يا اختي ده انت اللي نايمه، ده انت المفروض تطلبي منه الطلاق، انت يبقى عنك لحد دلوقتي. ما انا خايفة يا هنادي نطلب منه الطلاق يطلقني بصحيح. يطلقك ايه؟ مش دي وحيلت حاجة يطلقك؟ حيلته جوايب ولا حيلته حاجة دي؟ يطلقك ايه؟ اطلبي منه الطلاق وخوفيه، خليه يجيب لك، ده انا كل يوم جاي للمسيوني هاتلينا وهاتلينا وهاتلينا، يجيب لنا ما يقوليش لا. ايوه امال ايه؟ والله انا خايفة من فزاع، اول ما نقول له حاجة هيبجح فيا، ما عندهوش شيطة فيا. يبجح؟ والنبي لو بسيبه يعمل معايا كده لخبطه تحت صدغه يدعجه، يعني المشاعر عايزين ما يلخبطوش. امال انا بتفكراني زيك زي اي نسوان كده، ده انا كل يوم طالبه منه طلاق. والله انا مش عارفة بقى نعمل ايه. مش عارفه تعملي ايه؟ روحي قولي له يا فزاع انا عايزه اتطلق، واطلبي منه الطلاق وخوفيه. امال ايه؟ ده انا كل يوم ايش لحمه راس، ايش منبار، ايش كرشه، ايش كوارع، ده انت راجل جالع. امال ايه؟ والله صحيح قالع وشايل طيني، كل ما نقول له هات فرخة يقول لي بصي يا وليه الديانة هيجوا يقولوا ما انت بتعمل لحمة اهو انت معاك فلوس. فرخة؟ حد ياكل طرف رمضان؟ ده انتوا مايلين، ده كل يوم انا بس عليا نطلبه بس يجيب، ما يقولش لا. مش شطر ولا يجي راح جايب لك المخلل ويقول لك يا خبيزي عيش واعملي. خبيزي عيش واعملي؟ ده انت اللي نايلة، ده اضربيه يا وليه، اضربيه تحت دجله. الراجل من دول اللي وليه ما خبطتش الراجلة تحت دجله كده ما يتلجمش والعدل ويتظبط. والله انا هنروح نعمل يعني هو الراي دي حيل. ايوه اطلبي منه الطلاق وخوفيه. والله انا هنروح يا صادق يا خابي. وانا فاكري انا ما ازكاش عليه. ايوه انا ماليش دعوه. ماشي والله لا نروح والله لا نروح للميلو. انا ماليش دعوه يا اختي. يا اختي النسوان اليومين دول اسماعيل بختهي. امال يعني يا حاج فزاع ما عادش حد بيشوفك يعني اليومين دول؟ والله يا حاج هارون اشغال، وشهر رمضان دي الواحد ما بيحبش يطلع ياما عشان خاطر اكمل يومه. اي والله يا اخي، ومن سمعه الجو حر قوي لما الواحد ده يا اخي وزهقان خالص. الحمد لله. والله انا لما لقيت نفسي هنفطر وقلت اما نعدي على الحاج هارون نسلي يومي معاه. يا راجل سيبها على الله، ربنا بقوي. الحمد لله يا حاج هارون والله الحمد لله. امال العيل الصغير اللي صايم ده يعمل ايه؟ لا عيل صغير يا حاج هارون ده يسقف على عيش اللي خد يا فزاع عوزاه. موزي يا موزي خد عوزاه. تعال قولي واحنا غوب الحاج هارون. يمكن عايزه حاجه فيه. يا عاوزاك في كلمه كده يا موزي، ده الحاج هارون ومحدش غريب، ده اخويا يا موزي. ما انا خايف نقول لك تزعل يا اخوي. ربنا ما يجيب زعل يا موزي، انا اخوك الكبير وتعالى وقولي شكلك في حمزه عليك. ليه بتتكلم كده ليه؟ خد يا موزي تعال. بص بقى يا حاج هارون، خد يا موزي انا هنقول لك على اللي حصل. الحاج فزاع دي مقصر في طلبات البيت خالص. قصر ايه؟ طب يعني ايه المطلوب يعني؟ نفسك ايه بس يا موزي؟ المطلوب احنا عايشين على شهر رمضان على مش ومخلل وعيش، ودي ينفع؟ بص يا موزي هقول لك حاجه، هو ما ينفعش، بس اليومين دول الحاله صعبه، انت شايفه الاسعار راحت ازاي، والحاج فزاع برضه يعني العين بصيره والايد قصيره وانت عارف. لا يا اخوي انا عاوز ابقى زي النسوان ولا اكتر ولا اقل، عاوز يجي لي حتى في الاسبوع كيلو لحمه جزاري فرخه، كل ما نقول له هات فرخه يقول لي لا الديانه هتيجي وهتشيم، ماني ماليش دعوه بالديان. هي مرات عم فزاع عاوزه لحمه جزاره وفرخه، ده نسيت المنبار، ده انا هنقول لها تجيب منبار كمان. ما تجيبوا كمان منبار عشان نفطر عندكم. منبار حلو. هو انا لقيناكم. هي النار ناقصه بنزين يا بص يا موزي، انت عارفه ان انا بنعتبرك اختي الصغيره وهنقول لك كلمتين يفيدوك في حياتك.
اختك الصغيرة والله ما موقف حل الحشفة الزعل الا انت يا اخوي. يا ستي مقبولة منك، انا هنقول كلمتين واشهد على الله. هقول الوقت يا بنتي الحياة صعبة، والناس ما عادش عارفة تعيش في غلو الاسعار، والواحدة الاصيلة بجد هي اللي تعيش في الحياة. طب بص بقى يا حاج هارون، زي ما بياكل تاكل. بص بقى يا حاج هارون، لو هو ما هوش راجل ما كانش اتجوزني. لا بقول لك يا لا 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 هارون، طالما دخلنا في المرجله ومش المرجالي. لا ده انا كان ليا جواز احسن من دي يا اخوي. يا اختي كنت اتجوزي. اسمع يا حاج هارون، هنقول لك ايه يا موزي، انت ما انت جايه كده طبيعيه، انت جاي مهووج على ايه اللي عاوزك عليا؟ قولي لي ليه يا اخوي؟ ليه هو انا هبص من الاخر بقى، انا عاوز اتطلق بس. ليه بس يا بنتي ما وصلتش للطلاق؟ لا انا عاوز اتطلق. ما وصلتش انا للطلاق. مش لاقي ناكل، ده انا خسيت رحت في نص حالتي. ما كنت مش لاقيه تاكلي يا موزي، وكانت الدنيا ماشيه عادي والقشه معده. ايه اللي حصل يا اختي؟ مين اللي ودنيتك في ودني؟ لا يا اخويا انا مش زي هنادي ولا ايه؟ حاج بسيوني ايش ممبار، ايش لحمه، ايش بط، ايش كوارع، ايش لحمه راس، ايش لحمه جزار. انت اللي عرفك بالحاجات دي يا موزي؟ منخنخ. عرفك يا اختي انه منغنغها؟ لا الخازوق جاي منين؟ نقول لك ايه يا موزي، على الطلاق له لحنا في شهر رمضان وشهر مفترض. نصبي ونسقطك 3 طلاق ورا دلوقتي. يا راجل اتقي الله. انا بنقول لك يا اهو. بنتي انا رايح الم هدومي ماشي اسكت، انا رايح الم هدومي وماشي اسقط طلقات من هنا لبكره. انا كده عرفت الحقنه جايه منين. اسقط طلقات، انا رايح نلبس نلم هدومي ونماشي. قول الله يا موزي. غرف ده يا ما لقيتش يا الضار. عم اصبر. هو الطلاق عادي في شهر رمضان يا حاج يا هارون؟ حج فزاع ما ينفعش، ده احنا في شهر مبارك، وان ابغض الحلال عند الله الطلاق. وانت سيبها يا اخي تعيد حتى العيد، وبعد العيد بطلق. نقول لك ايه يا حاج هارون، والله بصراحة الولية دي ما هي وحش، والولية دي معايا على الحلوة والمرة، وكانت معدية يومها ومحدش بيسمع حاجة عنني. إن كان حلو ما حد بيسمع، وإن كان وحش ما حد بيسمع. أنا مش عارف يا أخوي إيه الهبة اللي حبيتها دي. هي يا مرات حاج بسيوني، بس هنقول لك حاجة، سيبك من حتة الخبصيت وما خبصيتش. طب ما الشيطان يا اخويا وعد ربنا انه يوسوس لابن ادم، يبقى خلاص بقى ابن ادم لما يخش في الرذيلة وفي الفسق ربنا ما يحسبوش. العيب على مراتك اللي سمعت منه. ما هي برضه لسه عيلة يا حاج. عينة ايه؟ اشكمها وخليك راجل كده. احنا اي نعم مش هنسكتوا على مرات الحاج بسيوني اللي ماشيالنا كده زي الشيطان مع النسوان، بس في نفس الوقت تفهم مراتك انها ما تديش ودنها لحد. والله انا ربك والحاج مقصر معاها برضه يا حاج هارون، يعني عدى نص رمضان ولحد دلوقتي ما كنا ظفر خالص. اما ربنا يكرم بالراحه بس وسيبها كده، واحنا هنقعد الوقت على الحاج بسيوني ويلم مراته يا ياخدها ويرحل من هنا. يلا بينا يا اخي قوم لا ده زوج لي يمك ما قبضتش ولا ايه؟ والله ما انا عارف، بس قبضت عند الميعاد القبض عدى بقاله النهارده تاني يوم. امال جلسانة على الحادث من اول رمضان وما جابت لناش حاجه ليه؟ على فكره امي بتلملم جيني من هنا وجيني من هنا يبقوا 2 جنيه. وهتعمل بهم ايه لما يبقوا 2 جنيه؟ حوشهم توديهم لاهليها، انا عارفها رقيه بتروح تجيب كرتونه لو هي رايحه لاهليها تيجي مودي لاهليها. واحنا هنفضلوا طول رمضان ناكلوا ساعات. بسيوني يا مرحبا يا رجال. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. زبلي كده يا زوج عايز لو قاعد مغنون. ازيك يا فزاع؟ والله المفروض نسلم عليك. عاد يا فزاع نسوان هتجيب الرجاله لبعضيها ليه؟ ايه يا رجاله؟ ما هو براعيش ظروف الغلابه برضه. اسمعوا يا حاج بسيوني، الوقت طبعا يعني ربنا خلق الانسان دي طبقات ماشي، وخلق الناس منهم الغني ومنهم الفقير. فدلوقتي يعني عيب لما انت تبقى راجل ربنا مديك دي كلها نعمه وفضل من عند ربنا، وربنا يزيدك ويخلي غناك ده هو يبقى سبب في تعاسة ناس تانية وخرب بيوتهم. غني؟ اه انا غني؟
ايوه امال ايه؟ ربنا يجبر بخاطرك. دلوقتي لما مراتك تقعد مع مرات الحاج فزاع، والموضوع ده مش اول مره، ده مع كذا واحده من نسوان العزب، وتتكلم باللي بتاكله، المفروض على فكره الحاجات دي الواحد يداريها عن الفقراء والغلابه. انت تفضحني، كل ما تاكل عدس تروح تقول لي ناكل عدس. ايه يا عم، ده بتقول ليله لحمه جزاري، وليله لحمه راس، وليله كبدي، وليله كرشه، وليله فراخ، وليله سمك. لما مرات الراجل جايه طالبه الطلاق ومعوج عليه كده مرات هاني اللي بتاكل كده. هي الكلام ده بتتكلم، ده تكون مرات محمد رمضان مش مرات هاني اللي بتاكل كده. يا عم ده مرات الراجل كانت قاعده موافقه بلقمه المش والسلطه، جد دلوقتي معوجه عليه وطالبه الطلاق. وكنا عايشين والقشه معدة. مرات مين اللي بتاكل الاكل انت انا مراتي جايه بتقول لي مراتي بسيوني مدلعني ايش كرشه وش فشه وش منبر وش مش عارف الموضوع ده يا حاج بسيوني ما ينفعش. انت ربنا يزيدك وتطعم اهل بيتك على قد ما تقدر، انما احنا في شهر مبارك والمفروض الناس تراعي مشاعر الناس الفقيره والغلابه. يا حاج هارون بقول لك ابو قردان عجاب سمني قال لك كان بان على كرعيه، انا بلاقي مراتي جلسانه على العدس من اول رمضان. وما بقنا حاج اللي انتوا الاصناف اللي انتوا بتقولوها دي انا عمري ما شفتيه ولا ضبطيه. انتوا قصدكم مرات بسيوني هاني ولا مرات العمده بسيوني؟ يا عم هو انت هنادي هنادي هو في هنادي غير حاج بسيوني. انا دلوقتي بيتي انخرب بسبب مراتي. مراتك دلوقتي عصت مراتي عليا اللي كانت عايشه معايا والدنيا ماشيه 100 100. هو انا يعني لما نطلق مراتي انت هتديني مراتك؟ هي حصلت للطلاق علي الطلاق، لا ندخدخها ونرجعها دلوقتي اهو تعتذر لكم وتروح لمراتك تقول لها انا كذاب. قول له عمرك راجل، طول عمرك راجل وحبش. هو الراجل لو ما كانش حمش ويشكم مراته ساعة الغلط يبقى راجل؟ لا سردينة يا هو بس بص الضرب اللي يوجع وما يحدثش عاهه. بقول له اهو وثلاثة بالله العظيم لا اجيبها تعتذر لكم كلكم وتروح لمراتكم وتقول لهم انا كذابي. المهم بس ما تعملش في الولية مصيبة تقتلها ولا حاجة. وليت ايه؟ افتحها يا حبايبي. خلاص يا عيش الحشفزيون يا حشفزيون. راجل من بره على النعمة لك يا عيش الحشفزيون. سيبه خليها تتعلم الادب، بس خد بالك بسيوني دي طلع راجل. شفت انت داخل عليه خد في عينك قلت ايه خليكم بيضرب فيه. انا خايف تموت في ايده. ضرب الشام يا حشفزيون ما ينفعش. بالراحة يا حاج بسيوني. بالراحة يا حاج بسيوني. انا مش قلت لك سيبه شويه؟ يا حاج بسيوني بالراحة. هتزحوش ولا حاجة؟ بيجيني طايش من هنا ولا رمى عليها كده. يا نهار يا حبايبي احنا بسيوني شو لو شفتوا هتحبوه وقناتنا على اليوتيوب روحوا يلا وتابعوه. احنا بسيوني شو لو